في عالم التحليل هناك فجوة كبيرة بين من يصف المباراة ومن يحللها ومن يفككها. ولكي تفهموا ما سأقدمه اليوم يجب أولا أن نميز بين 3 مستويات مختلفة من التحليل. المستوى الأول المحلل التقليدي، وهو يقدم رأيا مبنيا على خبرته ومشاهدته، فتحليله يصف ما حدث وهو مهم لكنه يظل سطحيا. والمستوى الثاني محلل الأداء، وهو يذهب أعمق قليلا ويستخدم بعض الأدوات والبرامج لكنه غالبا ما يفتقر لرؤية منهجية. والمستوى الثالث والأخير وهو ما أحاول تقديمه عبر هذه المنصة، محلل الأداء المحترف أو مستشار تحليل الأداء. فهذا المحلل لا يقدم رأيا بل يقدم تشخيصا تكتيكيا مبنيا على منهجية علمية أوروبية. فقبل ساعات من مباراة منتخب ليبيا ومنتخب أسيو أتيني قمت بتقديم ملف الإحاطة التكتيكي للمنتخب الليبي، وهذه الآلية التي وضع أساسها رواد مثل فاليري لوفانوفسكي وطورها ريغوساكي لتصبح حجر الزاوية في مدارس التدريب الحديثة، مثل التدريب الممرحل التكتيكي تهدف إلى تفكيك الخص استراتيجيا ووضع خارطة طريق الفوز للمنتخب الذي يعمل لصالحه استشاري تحليل الأداء. وفي هذا المثال قمت بتجهيز الملف لمنتخب بلادي، وما سترونه اليوم بعد انتهاء المباراة هو برهان عملي على قوة المنهجية وكيف يمكن لاستشاري تحليل الأداء أن يقدم الفائدة للمنتخبات والأندية حقيقية وملموسة على أرض الملعب. والآن سأنتقل بكم لتفكيك 9 جزيئات قمت بتحليلها عن الخصم قبل المباراة وأوصيت بها منتخبنا الوطني. سنستعرضها جزئية بجزئية، بداية بمقاطع من فيديو التوصية ثم مقاطع من مباراة منتخبنا لنرى معا كيف تحول التحليل النظري إلى واقع ملموس. ولنبدأ بتموضع الخصم ومنظومة 5-4-1 ونقاط ضعفها. يعتمد منتخب أسيو أتيني على هيكل دفاعي أساسي وهو منظومة 5-4-1 مع التطبيق ككتلة دفاعية منخفضة. وفي هذا التحليل نكشف عن نقطة ضعف هيكلية في هذه المنظومة. لاعبا الوسط على الأطراف أي جناحي الوسط يتخذان تموضعا ابتدائيا متقدما نسبيا، مما يخلق فجوة ومسافة كبيرة بينهم وبين الظهيرين في الخط الخلفي، وبالتالي الحصول على مساحات ممتازة للمنتخب الليبي للاختراق من على الطرفين. يجب على منتخبنا في مرحلة الاستحواذ تطبيق مبدأ تعريض الملعب بشكل مستمر. يجب على الظهيرين أو الجناحين التقدم والبقاء على الخطوط ليصبحا مفاتيح لعب دائمة ومتاحة دون أي رقابة على الأطراف. ونشاهد معا الآن على الشاشة أسلوب أسيو أتيني أمام المنتخب الليبي، وكل ذلك كان يعتمد على نفس الهوية والطريقة التي شرحنا عنها قبل المباراة. تطبيق منظومة 5-4-1 مترصة بشكل مبالغ به، وتقدم الجناحين ما يدرك فجوة كبيرة بين الجناحين والأظهرة. أسيو أتيني يطبق هذه المنظومة بأبشع الطرق الممكنة حتى فريق الهواة يستطيع تطبيقها بطريقة أفضل من ذلك. ومنتخب إيسو أتيني في مرحلة الاستحواذ يتضح بكل وضوح محدودية الحلول الفنية لديهم وبشكل كبير، حيث يعتمد أسلوبهم الهجومي بشكل شبه حصري على اللعب المباشر من خلال إرسال كرات طويلة هوائية وعمودية تستهدف المهاجم المنعزل في المقدمة اللاعب فيجريدو. ونشاهد الآن المثال على الكرات الطويلة المستهدفة للمهاجم المنعزل فيجي ريدو، وهي الحل الوحيد لمنتخب إيسو أتيني. كما أن الفريق يفتقر للجودة الفردية بشكل حاد باستثناء سرعة المهاجم فيجي ريدو، لا توجد مميزات فردية أخرى يمكن الاعتماد عليها. وهنا نشاهد المثال عن سرعة فيجي ريدو، والذي لا يملك غيرها لا هو ولا المنتخب الآسيو أتيني. وسلاحهم الأهم هو التحولات الهجومية الخاطفة، أي بمعنى المرتدات
وهنا نشاهد التحول الهجومي الخاطف الذي يقوم به منتخب آسيو أتيني باستغلال سرعة المهاجم فيجريدو، وهناك ضعف في دقة التمرير شاهدنا ذلك بكل وضوح في مباراة منتخبنا الوطني. لاعبو منتخب آسيو أتيني لا يستطيعون التمرير بشكل جيد، هم لاعبون شبه هو، تمريرات ضعيفة وغير دقيقة تكررت باستمرار طيلة توقيت المباراة بشكل غريب، وكأن عملهم الأساسي ليس لعب كرة القدم بل هي مهنة إضافية في دولة لا تنتشر فيها هذه اللعبة بشكل كبير. وهناك فجوة في الكفاءة الفردية بشكل عام في الجودة الفنية للاعبين سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي، حيث يقترب مستواهم من فرق شبه الهواة. ونقطة الضعف هنا القابلة للاستغلال إن أضعف حلقة في منظومتهم هي الهشاشة الدفاعية، فكما أن فريقهم لا يستطيع الدفاع أمام العرضيات، هو فريق هش جدا أمام الضغط العالي. وهنا نشاهد المثال عن ذلك من مباراة منتخبنا الليبي عندما حاول لاعبي المنتخب تطبيق ضغط عالي ولو كان فرديا، إلا أنه أعطى ثماره. فقط ما كان ينقص هو تطبيق ذلك بمنهجية جماعية وبأسلوب منهجي. وأضعف لاعب لديهم هو قلب الدفاع الأيسر صاحب القميص رقم 18، فعلى الرغم من طوله الفارع إلا أن تحليله يظهر ضعفا واضحا في قراءة اللعب وبطئا في ردة الفعل وقدرة محدودة على التعامل بالكرة. لذلك يجب على مهاجمين التركيز على اللعب في منطقته ومهاجمته بشكل مباشر في موقف واحد ضد واحد، فهو يمثل الباب الأسهل لاختراق دفاعهم، ما شاهدناه في مباراة منتخبنا الوطني وخصوصا في الهدف الثاني عندما هرب من رقبته عزو المريمي. ونكشف في هذا التحليل عن نقاط ضعف واضحة ومتكررة يمكن استغلالها بشكل منهجي. الضعف الحاد في الدفاع على الأطراف، كما ذكرت سابقا منظومة 5-4-1 تدرك مساحات كبيرة خلف الأجنحة. الفريق ضعيف جدا في التعامل مع الهجمات المنظمة من الأطراف، ويواجه صعوبة كبيرة في منع إرسال الكرة العرضية، وهي النقطة الأهم، فدفاعهم ينهار تماما أمام الكرات العرضية وركنيات. فالفريق يعاني من هشاشة دفاعية واضحة في التعامل مع الكرات الهوائية داخل منطقة الجزاء، ويتلقى أهدافا كثيرة من الكرات العرضية وركنيات. وأرشح سبب ذلك إلى اعتمادهم على التفوق العددي الوهمي، حيث يتمركزون بعدد كبير من اللاعبين داخل المنطقة لكن دون تنظيم منطقي فعال، وهذا الدفاع السلبي يجعلهم متفرجين أمام أي تحرك ذكي من مهاجم الخصم. وهنا يجب على مهاجم منتخبنا الليبي عزو المريمي استغلال قدراته في التعامل مع الكرات الهوائية، ويجب دعمه بالقادمين من الخلف. ما شاهدناه في هدفي المنتخب الليبي هدف من اختراق الجهة اليسرى لمنتخب آسيو أتيني، وتبعه عرضية مرتفعة استهدفت المدافع رقم 18 ليقتنصها المهاجم الليبي عزو المريمي بتحرك مباغت وذكي. والهدف الآخر جاء من ركلة ركنية، وبرغم من تكتل لاعبي آسيو أتيني كما قلت في التحليل الذي سبق المباراة بعدد غفير داخل وحول منطقة الجزاء، إلا أنه دفاع وهمي. وثبتت صحة تحليلاتي في مباراة منتخبنا وفي هذا الهدف تحديدا أن يكون هدفي المنتخب الليبي من أقوى نقطة ضعف في منتخب آسيو أتيني ذكرتها في التحليل الاستباقي.